شايفين الجمال ده كله؟ دي واحدة من أشهر الأكلات في ميت غمر، اسمها الكبيب الغمراوي. حاجة كده آخر طعامة وكمان آخر توفير. بربع كيلو لحمة مفرومة بس هتقدروا تعملوا منها كمية كبيرة تقضي عيلة كبيرة، أو كمان ممكن تقسموها على مرتين، وهتبقى حلوة قوي كمان في اللانش بوكس لأنها بصراحة متكاملة، فيها النشويات وفيها البروتينات وكمان فيها الخضار. وهقول لكم كمان في الفيديو ازاي تحفظوها في الفريزر وتستخدموها وقت ما تحب. عشان نعملها هنحتاج ربع كيلو من اللحمة المفرومة، ويفضل تكون لحمة حمراء على قد ما نقدر. اول حاجه محتاجين نعملها ان احنا نسمغ اللحمه دي، فهنضربها في الكبه لغايه ما تعمل خيوط كده واللحمه بتاعتنا تبقى ناعمه جدا، يعني تقريبا هنضربها حوالي دقيقتين 3. طبعا اهالينا زمان ما كانوش بيعملوا بالكبه، كانوا بيعملوها بالهون كده، بتدق في الهون. بعد كده هنضيف عليها البهارات، معانا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من بهارات اللحمه، وكمان معلقه من الكزبره الناشفه. هنضيف عليها كمان 3 فصوص كبار من الثوم، لو الثوم صغير ضيفوا 4 أو 5 فصوص ثوم. وهنضيف بصلة يعني متوسطة أو أكبر من المتوسطة شوية، وهنضيف عليهم بقدونس وشبت وكزبرة، حزمة من كل واحدة. طبعا عشان الحزم صغيرة دلوقتي فأنا ضفت حزمة، لكن لو الحزم كبيرة ممكن تاخدوا نص حزمة من كل واحدة فيهم. هنفضل نضربهم مع بعض كده لغاية ما الخليط بتاعنا ده يبقى عجينة خالص. طبعا نحاول ننزل الجوانب كده كل شوية عشان كله ياخد نفس الفرمة. ده بقى القوام اللي احنا عايزينه. دلوقتي بقى هنضيف المكون التاني، وهو نص كيلو من الرز، نكون غسلينه كويس ونقعينه 10 دقايق ومصفيينه كويس. في ناس ما بتفرمش الرز مع خليط اللحمه والخضار، يعني بياخدوا الخليط ده بعد ما تجهزوه بالشكل ده يحط عليه الرز زي ما هو كده ويعجنوه كويس ويبداوا يشتغلوا فيه. وفي ناس ممكن تحط الرز زي ما انا هعمل كده واديها كام ضربه كده بحيث ان الرز يبقى مكسر، يعني يبقى نص فرمه ما يبقاش مفروم جامد. وفي ناس بتضرب الرز لوحده تطحنه كده خالص وتستخدمه برضو تضيفه على الخليط، فانتوا شوفوا انهي حاجة انتوا بتفضلوها. ده القوام اللي انا عايزاه. الرز بتاعنا مكسر شوية، مش مفروم ناعم خالص، يعني مش ما بقاش دقيق، والخليط بتاعنا اتسمخ كويس جدا. دلوقتي بقى هنضيف اخر مكون، وده مكون مهم جدا ما نقدرش نستغنى عنه. هنضيف ربع معلقة صغيرة مليانة كده من البيكنج صودا، اللي هو البيكربوناتو او الكربوناتو اللي احنا بنستخدمه على الطعمية. وده مهم عشان ما يخليش الكبيبة بتاعتنا مكتومة، تبقى لا هشة كده وحلوة. هنعجنهم مع بعض بقى كويس جدا كده حوالي دقيقة مثلا، وبعد كده هنشيلها في التلاجة حوالي نص ساعة قبل ما نبدأ في التشكيل بتاعها. واحنا بنشكل الكبيبة هنحتاج جنبنا كده معلقة او 2 من الزيت عشان تساعدنا لو الكبيبة بتلزق شوية في ايدينا. هناخد بقى حتة كده عاملة زي الليمونة الكبيرة شوية، وهنبدأ نعملها دواير بالشكل ده. نحاول ان احنا ما نخليهاش تخينة عشان تبقى حلوة معانا، يعني ده السمك المظبوط بتاعها، السمك ده كويس قوي. المقدار ده عمل معايا 25 وحدة كبيبة، حجمهم متوسط وحلو قوي. بعد ما نخلص تشكيل كل الكمية بالشكل ده هنبدأ بقى ان احنا نسويها. لكن لو مش عايزين تسووا كل الكمية او عاملين مقدار كبير وعايزين تشيلوا جزء منه في الفريزر، يبقى في المرحلة دي بعد ما بنشكله كده بنجيب بقى العلب ونحط طبقة منه، وبعد كده كيس بلاستيك وطبقة تانية، وهكذا لغاية ما نحط فيها الطبقات اللي احنا عايزينها. ولما نحب نسويها بنطلعها من الفريزر، ولما نفك بنسويها عادي. بالنسبة بقى للتسوية احنا بنجيب حلة نحط فيها شرايح من الطماطم كده في قعر الحلة، وممكن كمان شرايح من البصل كمان معاها، وبعد كده بنرص الكبيبة على هيئة وردة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، عشان احنا عايزينه في النص يبقى مفرغ ما يكونش محطوط فيه، عشان الشوربة اللي هنحطها بعد كده عشان نسوي بيها الكبيبة تبقى داخلة في كل الطبقات بتاعة الكبيبة اللي احنا رصيناها. الكبيبة بقى بتتسوى في شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة بط. المهم بقى تكون شوربة حلوة كده متحيقة كويس، وشوربة دسمة كده على قد ما تقدروا. لو مش دسمة حطوا فيها معلقة سمنة. ولازم لما بنضيف الشوربة على الكبيبة الشوربة تكون بتغلي، ما تكونش باردة أبدا. يا إما ممكن كمان تغلوا الشوربة وتنزلوا فيها الكبيبة، بس عشان مش كتير بيقدر يعمل الحركة دي فانت عادي ممكن ترصوها كده وتنزلوا عليها بالشوربة، والشوربة تبقى مغطياها لغاية فوق. وهزوا الحلة كده شوية عشان تتأكدوا ان الشوربة داخلة ما بين الطبقات كويس. أول ما تغلي بنسيبها لمدة 10 دقايق كده على النار العالية، وبعد كده بنوطي النار كأننا بنوطي على رز، ونسيبها تكمل سواها كده لمدة نص ساعة تانية. شايفين ده شكلها بعد ما استوت؟ الكبيبة متماسكة ما فكتش ومستوية كويس جدا، والصوص بتاعها اللي تقل بقى من تحت ده بيبقى جميل جدا. وهي دافية كده على طول بنطلعها على طول في طبق، ما بنسيبهاش في الحلة. ريحتها تجنن بجد، مش متخيلين الريحة بتاعتها عاملة ازاي. وطعمها جميل جدا، ممكن ناكلها كده او ناكل جنبها السلطة او شوية خضار، او حتى جنبها شوية مكرونة. في الغالب بتتاكل مسلوقة كده، بس في طريقة تانية حلوة قوي، ان هو تجيبي بيضة او 2 حسب طبعا كمية الكبيبة اللي هتقليها، تحط عليها رشة فلفل كده ورشة ملح،
وبعد كده بتحطي الكوبيبة جواها وبتقليها على طول في الزيت. يعني انت مش بتحطيها بقى بيض وبقسماط والكلام ده، لا، هو في البيض بس على طول وبتحطيها تتقلي. طعمها بيبقى حاجة تانية وبرضه روعة. دي بقى ممكن حتى تتعمل سندوتشات زي البرجر كده، يعني تضيف عليها شرايح بقى من الطماطم مع جبنة مع صوص كده مايونيز على كاتشب، هتبقى ساندوتش برجر لذيذ جدا. شايفين بقى؟ فظيعة بجد، جميلة جدا. ودي بقى كل الكمية 25 واحدة، اللي مقلي واللي مسلوق، والاتنين طعمهم يجنن، طرية كده مش مكتومة ولا ناشفة، يعني بالشوكة بس كده من غير أي سكينة انت بتقدري تقطعيها كده وبتاكلي منها. يلا بقى جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.